أفاد موقع شبكة بوكسن الإخباري في 7 يوليو أن الحكومة الصينية أنتجت بندقية ليزر للشرطة تزن حوالي 3 كيلوغرام قريبة من بندقية AK-47 مدعومة ببطارية ليثيوم قابلة للشحن، والتي يبلغ مداها 800 متر ووقت إطلاقها 2 ثانية، ويمكن أن يطلق الليزر بشكل مستمر 1000 مرة، لكنه يختلف عن سلاح الليزر المستخدم في المعارك. ويقال أن الليزر المطلق حارق بحيث يمكنه حرق الثياب في حال أطلق على شخص، ومن الممكن إحراق الجسم بأكمله إذا أطلق بشكل مباشر ومستمر. ويخشى العديد من النشطاء من هذا السلاح الجديد الذي من الممكن أن يعرضهم للخطر. زار رئيس المؤتمر العالمي للإيغور عيسى دولقن مركز تركستان الشرقية للأخبار، ورحب به عبد الجليل قرقاش رئيس مركز تركستان الشرقية للأخبار وأشخاص من المجتمع المدني في المنطقة. وقد أجرى مشاورات شاملة حول شؤون الإيغور، وأنه سيتم التعاون في المستقبل مع بعضنا البعض، ونعمل على بذل قصارى جهدنا لتحقيق الهدف المشترك. خرج الإيغور في جميع أنحاء العالم في مظاهرات ضد الطغيان للحزب الشيوعي الصيني. وفي 6 يوليو نظمت مجموعة من النساء الإيغور المقيمين في فرنسا احتجاجات لمدة 3 أيام على السياسات المدمرة للحكومة الصينية ضد تركستان الشرقية، مطالبين باستعادة الحقيقة التاريخية. وقد تسببت هذه المظاهرات في رد فعل قوي من قبل السكان المحليين بعد تعريفهم بقضية الإيغور. هطلت أمطار غزيرة في العديد من المقاطعات والمدن في جزيرة هونشو باليابان في الأيام القليلة الماضية، مما تسبب في وقوع فيضانات وانهيارات طينية، وقتل ما لا يقل عن 49 شخصا وفقد 48 شخصا، بالإضافة إلى دخول 5 أشخاص في حالة غيبوبة. وتظهر حالة الطقس أن هطول الأمطار سيستمر للأيام القادمة، ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة فقد تضرر ما لا يقل عن 500 منزل، وتم إغلاق بعض الطرق، وأصدرت العديد من التحذيرات من حصول انزلاقات طينية. هذا وبدأ 50,000 فرد من قوات الدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء أعمال البحث والإنقاذ في منطقة الكارثة. وقع انفجار بدراجة نارية قرب حشد للحزب البرلماني لائتلاف اتحاد مجلس الأمل الإسلامي في مقاطعة بانو شمال غرب باكستان، وأصيب جراء الانفجار 7 أشخاص وتم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى محلي. من المقرر أن يعقد قادة 29 دولة عضو في الناتو اجتماع قمة بروكسل في بلجيكا في 11 و12 يوليو الجاري. واجتمع الآلاف بدعوة من منظمات غير حكومية ومن النقابات العمالية البلجيكية أمام محطة سكة الحديد شمال بروكسل لإجراء تظاهرات ضد ترامب وحلف الناتو ومختلف الوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي.